السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعين النهارده بوصفه جديده. النهارده هنعمل مع بعض تتبيله فراخ حلوه جدا هتعجبكم وسهله قوي. ويلا بينا على الفيديو نشوف هنعمل الفراخ ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه فراخ وراك. هنعملها بطريقه حلوه جدا وسهله. ان شاء الله هتعجبكم وهتبقى حلوه جدا على سفره رمضان. كل سنه وانتم طيبين. حلوه وسهله وتغيير بعيد بقى عن السلق والتحمير. لا، حاجه جديده. معايا وراك، ممكن فرخه كامله، ممكن صدور بس، حسب ما انتي اسرتك بتحب. لو بتحبي وراك بس اعملي وراك بس، لو بتحبي صدور بس اعملي صدور، لو بتحبي الفرخة على بعضها هتمشي برضو. الطريقة دي هتمشي على كل حاجة. تمام. طيب انا معايا وراك زي ما انتم شايفين، طبعا مغسولة حلو جدا بالليمون وكل حاجة زي الفل. طبعا مش هقول لكم على غسيل الفراخ ازاي. اهم حاجة، في حاجات بتبقى بني في بين العظم. كل ده يا جماعة لازم يتشال، هو ده اللي بيعمل الزفارة في الفراخ. تمام كده، يعني كل الحاجات البني، الحتت البني اللي بتبقى هنا لازم نشيلها، هي دي اللي بتعمل زفارة الفراخ. هركن دلوقتي الفراخ بتاعتي على جنب وابتدي اجيب البصل اللي انا هستعمله. البصل معايا، البصل حسب ما انت عايزة. طبعا انا عايزة بصل كتير قوي لان البصل ده هيبقى صوص معايا، هو ده اللي هيميز الفراخ بتاعتي. معايا ما يعادل كيلو بصل، حسب كمية الفراخ اللي عندك هتحطي البصل. تمام كده. يلا بينا بقى نقول معانا البهارات اللي احنا هنحطها على الفراخ بتاعتنا ايه. تمام. معايا اول حاجة فلفل اسود، هكتر بقى في الفلفل الاسود. تمام. معلقة ونص فلفل اسود. تمام كده. معايا معلقة كركم، معلقة كركم، احط كمان نص كركم. تمام. معايا سماق حلو جدا جدا وهيميز لي طعم الفراخ. سماق معلقة كده حلوة. تمام. سماق. ومعايا كمان الملح بتاعي. هملح بقى ايه البصل على اساس يبقى دي الملح بتاع الفراخ، التحديقه بتاعه الفراخ بتاعتنا، مش هحط ملح تاني. تمام كده. هحط معايا كمان فصين حبهان، لو عندك حبهان بودر هيبقى احلى، هيدي برضو طعم حلو جدا للفراخ بتاعتنا. حطيت كده فصين حبهان. تمام كده. هحط كمان معايا دبس الرمان، احط كده شوية حلوين دبس الرمان، ما يعادل كده 3 معالق ولا حاجة. هيميز لي برضو طعم الفراخ، هيديها طعم حلو جدا. تمام كده. احط معايا الزيت، ما يعادل ربع كوباية زيت. تمام كده. كده خلصت البصلة بتاعتنا. ابتدي اقلب البصلة بقى بتاعتي، اقلبها تقليبة حلوة. هحتاج ايدي بقى، استعمل ايدي معلش. طبعا انا هستعمل بقى ايديا، لو عندك جوانتي البسيل. انا بعمل في بيتي وانا اللي هاكل فبايدي عادي، مفيش اي مشاكل عندي. تمام كده. هبتدي اركنها بقى واجيب الفراخ بتاعتي. اركن البصلة كده واجيب الفراخ. هحط بقى كل التتبيلة الحلوة دي بتاعتي على الفراخ كده اهو، زي ما انتم شايفين. وابتدي اقلب الفراخ بالتتبيلة دي. هسيبها بقى ايه، يعني لو تعمليها قبلها بليلة طبعا هيبقى حلو، لكن لو مستعجلة عليها يعني على الاقل ساعتين في التتبيلة الحلوة دي. تمام كده. حطها في التتبيلة دي كده، دعكها جامد. واجيب الورك او اي حاجة او الصدر او الفرخة كاملة، هبتدي افتحها كده ما بين الجلد وابتدي احشيها بالبصل. تمام كده اهو زي ما انتم شايفين. واركن واحدة تانية برضو افصلها كده اهو من الجلد كده اهو،
زي ما انتوا شايفين. هعمل كل الوراك اللي معايا بنفس الطريقة دي. تمام. انا تبلت كل الفراخ زي ما انتوا شايفين. هبتدي ارصها كده اهو فوق بعض، واحط برضو عليها وهركنها بقى ساعتين. احط عليها استرتش واروح ركناها لمدة ساعتين، وبعد كده نرجع تاني مع بعض نشوف هنكمل ونسوي الفراخ بتاعتنا دي ازاي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده احط كده بصل فوقيها هي لما تشرب من التتبيلة بتاعتنا الحلوة دي اهو. زي ما انتوا شايفين حلوة جدا لسفرة رمضان، جميلة جدا. تمام. هغطيها بقى بستريش واسيبها ساعتين، وبعد الساعتين ارجع معاكم تاني نشوف هنعمل فيها ايه. فات الساعتين زي ما انتوا شايفين الفراخ معايا اهي شربت من التتبيله بتاعتها. هبتدي اجيب الصينيه اللي انا هسوي فيها، اي صينيه عندك المونيا تيفال اللي يعجبك. تمام. طبعا انا مشغله الفرن بتاعتي. هبتدي ارص الفراخ بتاعتي، مش هحط لها ميه ولا اي حاجه. هو البصل هينزل ميته والفراخ كمان هتنزل الميه بتاعتها وهتستوي منها فيها. تمام كده. ابتدي ارص كده كل الفراخ بتاعتي. حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم. طريقة حلوة وبعيد عن السلق بقى الحاجات التقليدية. حلوة دي جدا ان شاء الله في سفرة رمضان هتعجبك قوي. اهي بس كده اهو. هبتدي بقى احط كل التتبيلة بتاعتي. البصل احطه كده من فوق الوش زي ما انتوا شايفين اهو، والبصل كمان نزل ميته. كل ده هيتحط اهو. زي ما انتوا شايفين انا رصيت كل الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، ومشغله الفرن بتاعتي. طبعا الفرن هشغلها هقعدها حسب بقى كل واحده حسب فرنها. انا هقعدها ساعه الا ربع تحت في الفرن، بعد كده اروح مشغله الشوايه عشان تديني الوش الحلو. هبتدي اغطيها بورق فويل بس بعد ما احطها على الشوايه وتستوي من تحت. طبعا هشيل ورق الفويل ده، مش هخليها بورق الفويل. تمام. اغطي كده بورق الفويل حلو. تمام. لغايه لما تستوي معايا واروح شايله الورق ده عشان تاخد اللون معايا الحلو. تمام. تستوي بقى ونرجع تاني مع بعض نشوف شكلها هيبقى عامل معانا ازاي. خلصت معانا الفراخ زي ما انتوا شايفين، ريحتها في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين اهو. حلوة جدا ومستوية حلو تمام قوي اهي. قعدت بتاع ساعة الا ربع في الفرن، بعد كده شلت الفويل وشغلت الشواية اخدت الوش اللي انتوا شايفينه ده. جربوها مش هتندموا، حلوة جدا جدا. الريحة ما اقولكوش بصراحة. ريحتها في منتهى الجمال. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون نال رضاكم واعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.